السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى نعمل مع بعض وجبة كده سهلة وسريعة، مش تاخد مني غير نص ساعة بس. وكمان كلها كده في صينية واحدة، يعني منجزة جدا. هنا جبت الطاسة حطيت فيها شوية زيت، ونزلت بكبد وقوانص. نزلت الاول بالقوانص، دول كانوا نص كيلو كبد وقوانص مع بعض. وكان عندي حوالي نص كيلو او ربع كيلو كبد لوحدها، كبد فراخ لوحدها. المهم انا خدت القوانص لان انا عندي في البيت بيحبوا الكبد اكتر يعني من القوانص. خدت القوانص نزلتها زي ما انتم شايفين في الزيت، حطيت عليها شويه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين. وبعد كده سبتها تشوح كويس جدا من كل الاتجاهات، ورحت ضفت عليها حوالي بالظبط ربع كوبايه ميه، وسبتها وغطيتها وسبتها مع نفسها. هنا بقى جبت الحله، حطيت معلقتين زيت ومكعب زبده، طبعا ممكن سمنه براحتك، ونزلت بكيس لسان عصفور اللي هو بيبقى 400 جرام ده. تمام. ابتدي بقى اقلب كويس اللسان عصفور لغايه لما يتحمر معايا، كاني بعمل يعني شوربه لسان عصفور عادي. انا مش عارفه احنا ليه دايما بنقتصر لسان العصفور في الشوربه بس، مع ان هو وصفاته كتيره جدا وحلو جدا. وبيتعمل كمان مع الرز على فكره، بيبقى طعمه تحفه، اللي هو الرز المفلفل يعني جنب الاكل. تمام. هنا بقى انا ايدي حطيت شويه ملح على لسان عصفور، وايدي فيها على طول بقلبها. نزلت بقى هنا بالكبد زي ما انتم شايفين، ونزلت بمكعب زبده. آه زي ما انتم شايفين كده، احنا بقيمه معلقتين، يعني معلقتين زبده كبار. برضو ممكن تستبدليها عادي وتحطي سمنه براحتك. زي ما انتم بقى شايفين هنا بقلب، ويعني ايدي في الاتنين. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركوا وفعلوا زرار الجرس، واكتبوا كومنت حلو ولايكات حلوه. التفاعل مش حلو خالص 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 على القناه الفتره الاخيره، ومفيش لايكات ومفيش كومنتات، مفيش مشاهدات. و يعني بصراحه بكسل ان انا اعمل حاجه، يعني كفايه وقفه الحر دي في المطبخ بصراحه. هنا بقى كنت بقلب الكبده يعني على الناحيه التانية، الاتجاه التاني، عشان تاخد لون من كل الاتجاهات وتستوي معايا. تمام. هنا كان خلاص، كان اللسان عصفور خد لون حلو. هنزل بقى بمعلقتين صلصة عليه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقلب الصلصة كويس في لسان العصفور. طعمة جدا جدا، اكلة حلوة قوي وطعمها حلو ولذيذة، وكلها كده مع بعضها في الصينية، وبجد طعمها اللهم بارك تحفة. هنا قلبت الصلصة مع لسان عصفور وكنت طفيت. هنا دوت كان بصل مبشور، حط عليه ملح وفلفل وبشرته يعني ودعكته ببعضه كويس. ونزلت عليه يعني نزلت عليه على الكبده زي ما انتم شايفين. قلبت بقى الكبده كويس. وهنا خلاص هشيل اللسان عصفور من على البوتاجاز خالص، وحطيته يعني على الرخام عشان يهدى مع نفسه. هنا بقى دي طماطميه انا بشراها مع فلفلايه رومي، ممكن ما تحطيش الطماطم، ممكن ما تحطيش الفلفل الرومي براحتك، بس البصل اساسي. بس بصراحه هي زي ما هي كده بالظبط، كان طعمها خطير. نزلت بشويه سبع بهارات، قرفه، مرقه فوريه، وزودت فلفل اسمر، وهظبط الملح زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كله مع بعض ويتجانس، وكل المكونات تخش ببعضها. وفكرة ان البصل يبقى مبشور احلى لسبب، لان انا ببشره وبحط عليه الملح والفلفل يعني وبفركه مع بعض كده. البصل بينزل ميته وبيخلي الكبدة مسكرة بطريقة تحفة جدا. هنا جبت الصينية او القالب او البايركس واتيفر اللي موجود، دهنته زبدة، ونزلت باللسان العصفور. بصوا جمال لسان العصفور محمر ازاي ومفلفل، مش مش مكسر. هو يعتبر كده اصلا لسان العصفور يعني واخد نص سوا خلاص، يعني هو يدوب بس زيادة المية. وهنا الكبدة والقوانص كانوا استووا، خدتهم زي ما هما كده، نزلت على لسان العصفور. ما شاء الله كانت تحفة جدا. ابتدي بقى اوزعهم كده كده، هم هيتقلبوا في بعض بعد ما انزل الشوربه. عندك شوربه لحمه، شوربه فراخ، اللي موجوده عندك براحتك. انا ما كانش عندي ديت، عباره عن ميه مغليه، حطيت عليها معلقتين زبده او سمنه بلدي، وملح وفلفل اسمر، وشويه مرقه فوريه بس. يعني الشوربه كدابه زي ما بنقول. قلبتهم كويس في بعض، خليت الملح يدوب والتوابل والزبده او السمنه اللي انت حطاها تدوب. دول كانوا حوالي كوبايه ونص بالظبط ميه او شوربه يعني اللي موجود، لان انا عندي كل حاجه مستويه. انا يا دوب بس عايزه
اللسان العصفور يكمل سويه. يعني انا الكبده عندي مستويه والقوانص ولسان العصفور متحمر، فهو ما بياخدش، مش هياخد سوائل كتير، انا مش هعمله شوربه، انا هعمله مفلفل. خلاص قلبت كله مع بعضه وابتدي احط بقى ورق فويل. لو عندك ورق زبده طبعا حطيه الاول، وبعد كده حطي عليه الورق الفويل. اقفله كويس جدا واتاكد ان هو متقفل، وبدخله الفرن. مش الرف اللي في النص، يعني الرف اللي تحت، فوق اللي تحت الاخير بشويه، وغطيته بالظبط نص ساعه، بيبقى اتشرب واستوى. وبصوا خطير ازاي، مفلفل ومحمر والكبده مستويه والقوانص مستويه. بصوا لون الكبده من جوه حلو ازاي، ولسان عصفور مستوي ومفلفل، والله اكبر، كان تحفه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.